تعالى اقول لك على احلى والذ تتبيله تعملي بيها كفته حياتي، تطلع كده محتفظه بالعصاره بتاعتها وطريه وهشه، وعايزه اقول لك ريحتها هتجيب معاكي اخر الشارع. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الوصفه. اول حاجه معايا هنا بصلايه طماطمايه، معايا قرن فلفل حار فرمتهم كده في الكبه، بعد كده عصرتهم عايزه التفل على جنب والميه بتاعتهم كده على جنب. الميه بتاعت البصل بقى حطيت عليها ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره كده من البابريكا، واحط عليهم معلقه كده كبيره من الزيت واقلبهم كويس جدا. ميه البصل دي اللي هصبع بيها الكفته بتاعتي. معايا هنا بقى اللحمه بتاعتي، كان معايا نص كيلو من اللحمه، ضفت عليها بقى تفل البصل مع الطماطم. والبهارات بتاعتنا مش كتير، هي مجرد ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من بهارات الكفته ونص معلقه صغيره كده من البيكنج باودر. وحطيت هنا عود كده من البقدونس واقلبهم كويس جدا. عايزه اقول لك ان الكفته بهاراتها مش كتير، هو مجرد بس حاجه بسيطه، انا محتاجه احس هنا بطعم اللحمه. يبقى الكفته مش بكتر البهارات على فكره، وعايزه اقول لك هتدوقي احلى كفته حياتي. جبت هنا بقى عصايه كده من الشيش طاووق، بس دي العصايه بتاعتي كانت سميكه شويه، وببدا ببل ايدي بقى في ميه البصل، وبعد كده ببدا اصبع. اهم حاجه الكفته واحنا بس بنعجنها نعجنها كويس جدا عشان ما تكونش مفرغه معانا. وبعد كده كنت خلصت كل الكميه اللي معايا، وبقت معانا بالشكل ده. ميه البصل بقى قبل ما ادخل كده الصينيه بتاعه الفرن، ببدا ادهن الكفته بتاعتي من على الوش بالشكل ده، وبغلفها بقى بورق فويل وبدخلها الفرن. اسرع فطار هتعمليه، وعايزه اقول لك مش هتاخد معاكي 10 دقايق. هغلفها بقى وبعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي قبل الارضيه او في الرف الوسط، وبعد كده تطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي، هشه وخفيفه ومحتفظه كده بالعصاره بتاعتها، ما هياش ناشفه. ريحتها بقى مش قادره اوصف لك عن جمالها. عايزه اقول لك زي ما اتفقنا ان هي مش بكتر البهارات بتاعتنا، ورغم ذلك طعمها وريحتها خطيره. قدميها بقى مع رز بسمتي او مكرونه، عيش وطحينه، تبقى معاكي خطيره. يا رب وصفه النهارده كده تكون سهله وبسيطه، اتمنى تجربيها. اشوفك على خير وبالف هنا على قلبكم.